ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. هنعمل النهاردة تحلية سهلة وبسيطة بجيل البطيخ وجيل المشمش. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. طريقة سهلة وفي 5 دقايق هتعمليها، ولا هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود، والطعم روعة. او يعني نقوله النتيجة تحفة. وشايفين القوام بتاعه، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. حاجة ترتب على قلبنا في حر الصيف، خصوصا ان الصيف داخل علينا بتقله. بصراحة الله المستعان. هنا بقى معانا عبوتين من جيل البطيخ وجيل المشمش. هنبدأ كده بجيل المشمش الأول. نزلنا كده بأول باكو، وعليه كوباية مية مغلية كانت في الكتل. وندوب بقى كده لحد ايه يعني السكر اللي في الجيل يدوب معانا. بعد كده نزلنا بقى بكوباية مية ساقعة. وبعد كده دوبت بقى الباكو التاني، لانه بصراحة كان تايه مني، مع ان كانت العبوات قدامي وحطها على الرخام. بس انا لما كنت بجيب المجات اعاير بيها المية، حطيت باكو الجيلي او الكيس بتاعه، حطيته في المطبقية بتاعت الكوبايات. وبعدين قلت طب انا هعمل باكو واحد، ومش ضروري التاني. المهم الحمد لله ربنا سترها، ولقيت باكو الجيلي. والله ساعات الواحد بيتوه كده، والحاجة بتتوه منه وبتبقى قدام عينيه. نعمله ايه بقى؟ الله المستعان، وربنا يقوي كل واحد على حاله. وكان عندنا شوية فواكه في التلاجة من كل نوع كده حبايتين، قطعتهم قطع صغيرة ونزلت بيهم كده في الكوبايات او الكاسات بتاعتنا. وبعد كده نزلت ايه بجيل المشمش. وتحطي كده الجيلي في دورة او كوب او حاجة يعني، بحيث انك تفضي كده واحدة واحدة عشان الفواكه ايه ما تعمش لفوق. بعد كده دخلتهم التلاجة. وعلى ما حضرت جيلي المشمش بصراحة كنت مزودة ايه التبريد بتاع التلاجة عشان يجمدوا بسرعة. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وعملت برضو جيلي البطيخ بنفس الطريقة. الباكويين عليهم 3 مجات، 2 مية مغلية وواحد مية باردة من التلاجة. بس انا معايا المج ده بحس انه كبير شوية، مرضتش احط ايه بقية بقيته يعني. واكتفيت بكده عشان ما يطلعش القوام معايا خفيف. علشان ما يبقاش خفيف قوي وتحتاجي تزودي ايه، هنزوده تاني ايه مش عارفة. في بيزودوا جيلاتين ويزودوا سكر، بس انا مش بحب احط سكر، انا بكتفي بالسكر اللي موجود في البواكي. بعد كده طلعت كده ايه الجيلي من التلاجة. وطبعا نزلت كده بجيلي البطيخ، وشايفين جماله وحلاوته. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ولا ريحته يا بنات، ريحته بصراحة تحفة وقلب المطبخ. وعايزة اقولك ان اللون بتاعه مش بيبقى لون غامق كده زي جيل الفراولة، لا. او الحمار بتاعه، الحمار بتاعه بيبقى ايه فاتح شوية كده، عاطي على بياض، زي ما تكوني جايبة البطيخة وبتقطعيها بالظبط كده زي لون البطيخة واحنا بنقطعها. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بعد كده ما جمت طلعته كده من التلاجة، على بقى ما خلصت مواعيني كده وبصراحة قلت ايه اطلعه قبل ما السحر يعني. رحت مطلعاه بقى كده عشان اظبط الفيديو. وشايفين كده قوامه وجماله، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. طبعا هنا بقى بعد الفطار، طبعا كنت صايمة وكان ريقي ناشف وكنت عطشانة بجد بقى من الشغل والمواعين، حتى شايفين ايديا من المواعين. والله الله المستعان. ربنا يقوي كل واحد على حاله. بس عايزة اقول لكم ان الجيلي تحفة وروعة. وان عجبكم الفيديو سيبولي دعوة حلوة من قلبكم.